تعرف إحساس إنك كل ما ترفض طلب تلاقي الناس صورتك أناني، وكل ما تحاول تبرر تتحول للمذنب. ودي علامات إن مناعتك النفسية ضد المستغلين ضعيفة. في سكن النهاردة هنبني لك حصن من 3 طرق عملية، مش نظريات، أدوات مجربة هتخليك ترفض بثقة، تحمي طاقتك، وتفهم لعبة الضغط العاطفية من أول نظرة. الحصن الأول: فلتر التكلفة الحقيقية. قبل ما توافق على أي طلب اسأل نفسك، لو الطلب ده كان شغل إضافي هتقبله بكام؟ ولو مفيش مقابل يستاهل تعبك قول مش هقدر النهاردة من غير تفاصيل. اللي بيقدر مجهودك مش هيستنزفك ببلاش. الحصن التاني: الكلمة السحرية للضغط العاطفي. لما حد يهاجمك بنت الوحيد اللي هتقدر تساعدني، رد عليه: أنا مش جاهز دلوقتي، ولو تقدر ظروفي هبقى شاكر ليك. ليه الجملة دي سحرية؟ بتدي سبب محايد مش هجومي، وبتظهر تقدير لمشاعرك ومفيش فيها ذنب أو اعتذار. قول الجملة دي 3 مرات قدام المراية كل يوم وهتلاقيها بقت ردة فعل تلقائية. الحصن الثالث: دفتر المناعة اليومي. كل ليلة اكتب موقف رفضت فيه طلب حتى لو صغير، وجملة إيجابية لنفسك زي أنا مش مسؤول عن إرضاء كل الناس. الكتابة دي هتبني ليك جدار مناعة نفسية ضد استغلال الآخرين. لو عايز تبني حصنك النفسي اكتب في الكومنتس هبدأ من خطوة رقم كذا، واشترك في القناة عشان الفيديو الجاي ازاي تتعافى من آثار العلاقات السامة، ودوس على الجرس عشان توصلك الحلقات الجديدة في وقتها. وخليك فاكر اللي ما بيحترمش حدودك واللي بيستنزف مشاعرك ما يستاهلش دقيقة من وقتك، واللي بيحترم وجودك ده اللي يستاهل تفضل معاه عمرك.